حميديتي وين اختفى؟ هذا هو السؤال اللي شاغل الكل في المنطقة. اليوم رح نحاول نفهم سوا الغموض اللي بلف واحد من أقوى أمراء الحرب في السودان، محمد حمدان داغلو، اللي اختفائه المفاجئ فتح باب التكهنات على مصراعيه. هل فعلاً تم اغتيال الرجل اللي كان بيهدد استقرار منطقة كاملة؟ الشائعات بتقول إيه والأدلة شو بتحكي؟ خلينا نشوف شو اللي بنعرفه لحد الآن وشو ممكن يكون معنى كل هذا لمستقبل السودان. القصة كلها بدأت بضربة جوية غامضة جداً، ضربة استهدفت عصب قواته، ومن لحظتها الدخان ما كان بس طالع من المواقع اللي انضربت، لا، الدخان كان طالع كمان على شكل شائعات عن مصيره، وكلها تزامن مع تغييرات كبيرة على الأرض. طيب، عشان نفهم كيف وصلنا لهون لازم نرجع بالزمن شوي. شوفوا كيف الأحداث تصارعت. كل شي بدأ بتهديد حميديتي المباشر لمصر في أغسطس. بعدها إجت الضربة القاصمة لمطار نيالا في نوفمبر، ومباشرة بعدها بوم، انفجرت شائعات اختفائه بنفس الوقت اللي الجيش كان بيتقدم فيه. طبعاً هالتسلسل مش صدفة أبداً. ضربة مطار نيالا هاي ما كانت مجرد عملية عسكرية عادية في حرب طويلة، لا، كانت أشبه بعملية جراحية دقيقة جداً في قلب الآلة الحربية لقوات الدعم السريع. ضربة استهدفت شريان الحياة عندهم. تخيلوا معي، قوات الدعم السريع في دارفور عندها رئة واحدة بس تتنفس منها. هذه الرئة كانت مطار نيالا، هو كان بوابتهم الوحيدة على العالم الخارجي، ومنه كان يوصلهم الأكسجين اللي بيخليهم يكملوا الحرب. طيب، وشو كان بيمر من خلال هالمطار؟ ما منتكلم عن إمدادات عادية، لا، نتكلم عن مكونات الحرب نفسها، مرتزقة أجانب، أسلحة، طيارات مسيرة متطورة، وفوق كل هاد كان محطة أساسية لتهريب الذهب، يعني تمويل كل هالعمليات. 5 أيام كاملة والمطار صامت تماماً. 5 أيام بدون أي طيارة إمداد. تخيلوا شو معنى هالشي لقوة عسكرية بنص معركة شرسة؟ يعني شلل لوجستي شبه كامل. بس لحظة، هالضربة ما صارت من فراغ، كان في تحولات جيوسياسية أكبر مهدت الطريق، وكأن اللاعبين الكبار على الساحة الدولية عطوا بقصد أو بدون قصد الضوء الأخضر لتقليم أظافر حميديتي. لما دولة بحجم أمريكا تستخدم كلمة إبادة جماعية، هذه مش مجرد كلمة بتنحكى، هذه إشارة سياسية واضحة جداً، يعني رفع أي غطاء دولي عنه. بالنسبة للكثيرين من هذه اللحظة صار حميتي هدف مشروع. وهون الصورة بتبدأ توضح أكتر. أمريكا بتعطي الغطاء السياسي، تركيا بتوفر السلاح الفعال، طيارات البيرقدار، ومصر اللي حاسة بالخطر على حدودها بتراقب الوضع عن قرب. يعني كل الظروف اتجمعت وصارت عاصفة مثالية فوق راس حميتي ومشروعه. طيب، خلينا نركز شوي على مصر، الجار الكبير في الشمال. كيف تعاملت القاهرة مع تهديد مباشر على حدودها من حميديتي؟ استراتيجيتها كانت مثل اللي بيرقص على حبل مشدود، توازن دقيق جدا بين الردع والحذر. لما حميدتي هدد بالزحر ما كان قصده غزو عسكري تقليدي بدبابات وجيوش، لا، التهديد كان أخطر من هيك بكتير. كان قصده يخلق منطقة خارجة عن السيطرة على الحدود، ممر لتهريب كل شيء، أسلحة، ذهب وإرهابيين، يعني يخلق واقع جديد صعب جدا السيطرة عليه. طيب، ممكن حدا يسأل، إذا الخطر كبير لهالدرجة ليش مصر ما تدخلت عسكرياً وخلصت القصة بضربة واحدة؟ الجواب طبعاً أعقد من هيك بكتير. الجواب موجود بهالحسابات الأربعة المعقدة. أولاً، سياسياً، أي تدخل مباشر بلغي دورها كوسيط سلام. ثانياً، عسكرياً، قوات الدعم السريع منتشرة ومختلطة بالناس، استهدافها صعب جداً. ثالثاً، ما حدا بده ينجر لحرب استنزاف طويلة ومكلفة، فكان الحل هو الدعم من وراء الستار والتركيز على الدبلوماسية. وهون نوصل للنقطة الأهم بكل القصة. يمكن التركيز على مصير حميديتي نفسه، حي أو ميت، بخلينا نغفل عن الأهم. السؤال الحقيقي هو، هل اللي بنشوفه حالياً هو اغتيال للمشروع السياسي لحميديتي بالكامل؟ هذا الاقتباس بلخص كل شيء. يعني السؤال بطل هل حميتي حي؟ السؤال صار هل مشروع حميتي حي؟ هل حلمه بحكم السودان انتهى واندفن تماماً تحت أنقاض الرفض الدولي؟ شوفوا هالمقارنة الغريبة، قوته العسكرية لسه موجودة وقوية، بس شرعيته السياسية وقبوله الدولي في الحضيض.
يعني هو صار مثل جنرال قوي بس بدون أي مستقبل سياسي وبدون أي اعتراف دولة. يعني حميدتي تحول من لاعب ممكن تتفاوض معه لشخصية الكل ببعد عنها. اتهامات الإبادة الجماعية، العقوبات الأمريكية اللي طالت عائلته وأمواله، تهديداته لدول الجوار، كل هالأمور حولته لشخص منبوذ دولياً. صار عبء على أي حدا ممكن يدعمه. فالخلاصة، سواء كان حميدتي عايش ومختبئ بمكان ما أو مات، مشروعه السياسي يمكن يكون انتهى فعلاً. الضربة القاضية ما كانت بالضرورة الجسدية، كانت سياسية ودبلوماسية، ويمكن هذه تكون الضربة الأقوى. وهيك بيضل السؤال الأكبر، هل رح يضل حميدتي لاعب أساسي حتى لو كان مجرد شبح؟ أم إنه تحول لورقة محروقة والعالم قرر يطوي صفحته ويبدأ يدور على قصة جديدة لمنطقة تعبت من الصراعات؟ الأيام الجاية هي اللي رح تجاوبنا.